عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. هنفرز التوم. بصوا بقى، انا هقول لكم اللي حصل ان انا جبت اللي قدامكم دول 2 كيلو ونص توم. تخيلوا، 2 كيلو ونص توم موزونين بعروشهم، اللي هو العروش الكبيرة دي، بس الراجل قطع لي العرش. بصوا ده غلط، هقول لكم ليه. انا هعمل لكم ال 2 كيلو ونص توم دول، وانا قطع العروش عند الراجل بقى، بس انا هوريكم ال 2 كيلو ونص توم دول بعد ما اقطعهم واشيل لا مؤاخذه الزباله بتاعتهم، ده غير الزباله اللي الراجل شالها هناك، اللي هي العروش الطويله اللي انتوا عارفينها دي. هوريكم بقى قد ايه. بس لازم تجيب التوم الابيض لانه بتبقى ريحته نفاذه وحلوه. بصي كانت السكينه طاير ايدي والله. ما تجيبيش التوم الصيني ده، لا ليه ريحه، لا ريحه ولا طعم. التوم الصيني، التوم الابيض بتاعنا ده البلدي اللي هو موجود دلوقتي حاليا كويس. انما التوم الاحمر ده بيبقى التوم الصيني مش حلو يعني. هو مزروع في مصر بس بذرته صيني. بصي، طبعا انت بتنضفيه كده تمام التمام. لغايه هنا احنا ماشيين تمام كويس. طيب التوم ده، بصوا، ادي 2 كيلو ونص، وادي ده ربع الزباله اللي اتشالت. ده كده مش صح، بس خلينا ماشيين مع بعض. انا هوريكم ليه يعني، عشان بس ما تغلطوش الغلطه دي. اهو دول 2 كيلو ونص توم. يا نهار ابيض بصي دول، ودي زباله غير الزباله اللي احنا رميناها عند الراجل اللي هو قطعها لنا عشان اعرف اطلع بيها. عادي افرمهم، مفيش مشكله خالص. انا قلت الكود دول كام؟ 2 كيلو ونص توم كويس. هو التوم ب4 جنيه، يعني ال 2 كيلو ونص دول ب10 جنيه. بصوا بس احسبوها كويس، ال 2 كيلو ونص دول كام بكام؟ ب10 جنيه. طيب ليه كل الكلام ده يا نونا؟ ما انا هقول لكم ليه، عشان ما تغلطوش الغلطه دي بس. اهو هنفرمهم عادي زي ما بنفرمهم، اهو فرم عادي جدا. واهو بصوا بقى، دول ال 2 كيلو ونص توم دول ما يعملوش كيس. شفتي؟ خلاص كده. تعالي بقى بصي، ده من عند الراجل كيلو توم مفروم. هتقولي لي ايه ده؟ ازاي ده؟ هقول لك انا ازاي. بصي ده كيلو توم مفروم. ليه بقى؟ هو بيبيع الكيلو متنضف جاهز روس بس ب20 جنيه. بصي التوم، شوفي ده كيلو وده كيلو ونص، ده كيلو قصدي، ودول 2 كيلو ونص. يبقى احسن انهي؟ ان انا اجيب ال2 كيلو. بصي ده كيلو، يعني كيلو روس متنضفه وهو فرمهم في المكنه عنده. بص كيلو قد ايه، ودول 2 كيلو ونص بزبالتهم لما احنا نضفناه. يبقى انت احسن حل انك انت تروحي للراجل تخليه يديكي الكيلو ب20 جنيه ويفرمه لك وانت واقفه وهاتيه. ارخص. هتحطي له ملح وزيت، سواء زيت زيتون او زيت الاكل العادي بس يكون ابيض. انا شخصيا بحب زيت الزيتون فحطيته، او هو عندي اصلا يعني. لكن انت ما عندكيش زيت زيتون مش شرط. عرفتوا بقى السبب والغلطه دي؟ تجيبوش بقى، ما تفرحوش بالتوم نجيب بس ب40 جنيه. طب نجيب ال10 كيلو ب40 جنيه، ما ب4 جنيه، وبعدين نحط مش عارف ايه. اوعوا. خليكي قولي له اديني الكيلو، هيقولك الكيلو بس ايه، يفرمهولك وانت واقفه. هيديهولك متنضف جاهز محطوط ب20. بصوا قد ايه. شفتوا؟ ودول حبه، ودول 2 كيلو في الازاز ده ب2 كيلو ونص بزبالته، وده كيلو من عنده. خلاص بقى انا حطيته على بعضه وقلبته. هنعبيه بقى في اكياس كده. هتقولي لي طب ما عبيتيه في اكياس ليه يا نونه؟ ما تحطيه في بطرمان. انا اقول لك يا ستي، لو انت حطيتيه في بطرمان، بصي بقى، في ناس بيعملوه كده وبعدين يعملوه بظهر السكينه كده، حلو، وبعدين يعملوه كده. ده لازم تمسكي كل كيس وتحطيه على، اهو بصي، تحطيه على الفريزر، يعني تشيليه كده بالراحه وتحطيه على الفريزر. انت قبل ما تمسكيه وتشيليه تيجي تدخليه الفريزر، هتلاقيه سحف بعضه تاني. اهو بصي، اهو هنرجع نخططه تاني. لا هو انت لما تبططيه كويس كده وتخرجي منه الهواء وتعمليه بس خلاص، تروحي شايلاه في الفريزر، تيجي تروحي قطمه الحته من على جنبه وخلاص كويس. هتقولي حطيتي، بصي بقى، في ناس بتحطه ببطرمان. البطرمان عيبه انك انت بتحطي فيه كميه كبيره وتدخليه الفريزر.
بصي انا بقول لك ده كده لا، اهو هنبططه تاني زي ما كان ونخرج اهم حاجه الهواء. انما البطرمان، ليه البطرمان يا نونا؟ هقول لك ليه البطرمان. البطرمان عيبه انك انت المفروض لما تاخدي التوم يرجع الفريزر تاني، فانت بتاخدي البطرمان بيبقى كله ماسك في بعضه، تيجي تطلعي الحته تستنيه شويه لما يسيح، وبعدين تاخدي الحته وبعدين تدخليه الفريزر تاني، ده غلط. كده التوم يعمل كده ماده خضراء من على الوش، يعني ده كده ما يصلحش للاكل. الكيس اسهل حاجه، بتروحي قطمه الحته من على الحرف اللي انت عايزاها، اقطميها وحطيها، والكيس ده هو في الفريزر. لان بص انا برققه ازاي، فسهل انك تقطميها، سهل جدا اهو، عادي جدا، وهتشيليه وتفتحيه وتاخدي منه القطعه وخلاص. اهو بصي سهل جدا. لو حطينا كده في الفريزر يعمل ريحه. امال هنعمل ايه يا نونا؟ لا انا هقول لكم نعمل ايه، مش هينفع كده. هنجيب بقى علبه، اهو بصوا انا بوريكم تاني اهو. هنجيب علبه ونحطه فيها. عشان ايه؟ هنجيب العلبه ونحطه فيها عشان ما ي... ما يعملش ريحه في الفريزر. كويس. انا بس ما لقيتوش متبطط كويس فقلت ابططه، ما عجبنيش التبطيطه بتاعته يعني، عشان هحطه في العلبه وكده، عشان لما اجي اعمله اروح مكسره الحته منه على طول اهو. بس كده، واروح حاطه في علبه واقفل عليه، ما يطلعش ريحه ولا هيعمل اي حاجه. يلا، لو عجبك الفيديو اعملي لي لايك، اوعي تنسي تعملي لي لايك وتشجعيني بكومنت حلو. كل سنه وانتم طيبين، تعود عليكم بخير يا رب. بحبكم في الله، تركتكم في رعايه الله. السلام عليكم.